ازيكم يا شباب. في الفيديو دوت هتكلم معاكم على نقط مهمه جدا الفتره ديت، من الضغط والتوتر والتراكمات اللي عليك والمعنويات اللي ما عادش موجوده الفتره ديت. بصوا، ممكن يكون الفيديو دوت نقطه تحول ليك زي ما كان الكلام دوت كان نقطه تحول ليا لما كنت في ثالثه ثانوي. انا عارف ان الفتره ديت في كميه ضغط عليك غير طبيعيه، ضغط من الاهل، ضغط او توتر لما تفكر حتى في الامتحانات، وكميه التراكمات اللي عليك والتفكير في المراجعه وكل الحاجات دي. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا مريت بكل الفتره ديت من الضغط والتوتر وكل دوت والتراكمات، وكمان في فترات ما كنتش بعرف اذاكر فيها من كتر التفكير. كل ده مريت بيه، بس الحمد لله جبت في ثالثه ثانوي 96%. واقدر اقول لك ان الموضوع كله مش عباره بالذكاء ولا علاقه بالعبقريه ولا انت تكون مثلا طالع من الاوائل السنه اللي فاتت، فما تشغلش بالك ان كان مستواك الفتره اللي فاتت وحش. ما كنت في اولى وثانيه ثانوي وثالثه اعدادي ما انتش شخص تطلع من الاوائل، ما تقلقش، لان الموضوع كله مش متعلق بكده، الموضوع كله متعلق بالاجتهاد، انك تتعب على نفسك الفتره دي. انت هتعرف حاجه، الثانويه العامه عمرها ابدا ما كانت صعبه في المنهج. انت ذات نفسك مش هتكون برضه مقتنع بكلامي زي ما انا ما كنتش مقتنع لما سمعت الجمله ديت. يا عم ده المنهج صعب، الاحياء تقيله، الفيزياء تقيله، الكيمياء تقيله، معاك في كل ده. بس انت والله بعد الثانويه العامه تدرك ان اصعب حاجه هي كانت النفس. الشعراوي قال قبل كده، قال اصعب جهاد او اعلى درجات الجهاد هو الجهاد مع النفس، الصراع مع النفس. بصوا، احنا كلنا دلوقتي عند خط واحد، كل شباب الثانويه العامه، توتر، ضغط، فترات مش عارف تذاكر فيها، مفيش معنويات، مفيش تحفيز، مش عارف، تراكمات والضغط. كلنا قسما بالله حتى لو على الجمهوريه، والله العظيم اي حد معايا في طب لو سالته لك دلوقتي هيقول لك نفس مر فترات صعبه، فترات ما ذاكرش فيها اسبوعين، شهور، كل ده حصل. كلنا عند الخط ده مش عارفين نذاكر، ضغط والتوتر والحاجات دي كلها والتراكمات اللي علينا، كلنا دلوقتي واقفين عند النقطه دي. اللي هيبدا ياخد خطوه ان هو خلاص من رغم التراكمات وكل ده انا هبدا دلوقتي، هتجيب ورقه واكتب كل التراكمات اللي عليك وقول خلاص الاسبوع ده هقدر اخلصه. انت ما تقولش طب انت تقول لنفسك انا عليا تراكمات ومثلا وعاوز اراجع، بس انا ليه ما ببداش؟ لانك كل شويه عمال تفكر، ومن كتر التفكير يا عم ده انا ضيعت وقت، يا عم ده انا عملت كذا، ده يا عم ده انا في تراكمات. بذمتك دي شكل شخص او دي رحله شخص الثانويه عامه توصله المجموع للكليه، طب او هندسه، او يجيب فوق 90% ويجيب فوق 95%. من كتر التفكير بتوقف عن المذاكره. انا فاهمك والله العظيم، ونفسك تدعي ربنا يا رب يرجع لي الطاقه، يا رب اطلع من اوائل الجمهوريه الفتره اللي جايه، بس عشان انت عارف انك ضيعت وقت فتره كبيره، خايف ومكسوف تقول الكلمه ديت. انا فاهم، انا والله انا كنت بضيع وقت، كنت بتكسف او بخجل ان انا ادعي ربنا ان انا اطلع الاول الجمهوريه. بقول يعني انا ازاي ادعي ربنا ان انا اطلع الاول الجمهوريه وانا مضيع وقت ده كله؟ بس بالعكس الموضوع ده طلع غير كده، طلع كله بضيع وقت. الفكره في اللي يقوم، يعني ابدا دلوقتي، سواء انت عليك تراكمات، سواء انت عليك ضغط، كل حاجه افهم، اللي هياخد خطوه هو اللي هيوصل، بس مش العبقري، لا 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 خالص، اللي هيبدا خطوه دلوقتي بالرغم من كل حاجه هو اللي هيوصل. والله العظيم اسال اي حد في ثانويه عامه هيقول لك هي دي الموضوع، صراع مع النفس. انا احكي لك قصه صديقي اياد محمد، اللي يعرفه يعني وهو معاه في ثالثه ثانوي، يعني اكيد يعني اللي عارفني عارفه، يعني عشان كنت ماشي معاه فتره كبيره. يعني بنروح مع بعض درس العرض مع بعض، هو من منطقه تانية خالص، من منطقه يعني بلاش نقول يعني عشان ما نعرفش الراجل، يعني برضه كان مستوى عادي خالص في الاولى وثانيه ثانوي وثالثه اعدادي. عمره في حياته ما قفل ماده، عمره في حياته ما طلع من الاوائل، عمره في حياته ما كان عليه توقعات ان هو مثلا يجيب طب، ان هو مثلا يجيب فوق 95%، عمره ما كانت توقعاته خالص كده. بس هو كان راجل عنده طاقه غريبه. مثلا لو كان ياخد مثلا 4 دروس يروح يذاكر فيهم، وقسما بالله بيقعد 10 ساعات يذاكر يخلص لك درسين من ال4 دروس. يعني هو حرفيا يعني مدى استيعابه قليل، بس عنده باور بطريقه مرعبه، بيكمل مذاكره بالرغم ان هو بيجي اخر الاسبوع عليه كميه تراكمات كبيره، بس بيقول لنفسه انا في ايدي، انا اتعلمت منه، والله اتعلمت منه حاجات كتير. بيقول لي انا في ايدي ايه؟ انا دلوقتي قدامي خيارين، يا اما خلاص انا ما اعرفش اذاكر وكل حاجه ومش عارف اجمع وبراكم، يا اما اكمل. كان بيجي ياخد في الامتحان، فاكر امتحان الكهربيه على باب الكهربيه، والله العظيم 13 ونص من 25، حرفيا متدمر، مع انه كان ذاكر كتير، بس طلع بعد الامتحان بيقول انا زعلان عشان حاجه واحده بس، اللي انا كنت واعد مامتي ان انا اجيب درجه حلوه، بس هو ده اللي كان مزعلني. لكن بالنسبه لمذاكرتي انا هذاكر حتى لو قفلت الامتحان، حتى ما قفلتوش هكمل مذاكره. كنت برن على الفجر يا بيكمل مذاكره. اتعلمت منه حاجه غريبه قوي، اتعلمت منه اللي انا لو بطلت مثلا خلصت 6 ساعات في اليوم، 7 ساعات في اليوم، ازود 10 ساعات حتى لو خلصت اللي عليا. بصوا، مع ان مستواه والله العظيم يعني ما كانش ابدا حد توقع ان هو يجيب، دخل طب الاسكندريه معلومه يعني. فاتعلمت منه ان بص، مهما كان مستواك، مهما كان حاجه، احنا قدامنا خيارين، يا اما مذاكره ما تشيليح وتراكمات فانا هفضل كل شويه اتكلم كتير وهوصل اخر السنه مش هحقق حاجه، يا اما اذاكر حتى لو انا مش بعرف اذاكر، حتى لو انا مش شاطر، حتى لو انا مش بعرف اخلص، حتى لو درجاتي وحشه هكمل. والله العظيم يعني يعني حاجه غريبه قوي. الشخص ده كنت بحسه كده عن اكتر شخص فريد شفته في حياتي.
انا اللي اعرفه يذاكر حبه ما يعرفش يروح رامي الكتاب كذا، لكن لا مهما كان بيوصل. فانا عايز يعني ملخص الكلام، انت دلوقتي عليك تراكمات صح، جيب ورقه وقلم واكتب كل التراكمات اللي عليك، فصل اول فيزياء، فصل تاني كيمياء، فصل الباب كذا كذا كذا، كل اللي انت عارفه في تراكمات عليك، تراكمات الحاجه انت ما ذاكرتهاش تكتبها في ورقه. ابدا قسمها، كل اسبوع خد ماده، هتعب على نفسي كل يوم ساعه بالاضافه ليوم الجمعه اخده مثلا كل التراكمات. خلصت المنهج بتاعي ابدا مراجعتي، الاسبوع الاول هاخد مثلا 3 فصول مثلا في مواد مختلفه. ابدا انت عليك تراكمات وكل حاجه، بس لازم نبدا. تمام. هقول لكم حاجه، في حاجه قلتها قبل كده دايما بقولها في فيديوهاتي، بقول بصوا مفيش حد ملتزم مع ربنا بنسبه 100%، ده طبعا قطعا كده مفيش حد ملتزم مع ربنا بنسبه 100%. نبدا نكمل جزء بسيط من الجانب ده، وبعدين ربنا يكمل لنا الجانب التاني من التوتر، من الضغط، عدم الشغف، مفيش معنويات، مش عارف اذاكر، بنسى، بغلط كتير في الامتحان، مش ليا نفسي اذاكر، كل ده عند ربنا. تمام. بص انا عايزك تستفاد من اي حد سواء انا او غيري، انا بطلع مثلا في فيديو افيدك مهما كانت نيتي او نيه غيري ان هو يفيدك او يجمع فيوز، مفيش مشكله، المهم ان انا هستفاد منك غصب عنك كمان. ودايما اتعلم انك مش فاهم، انا اصلا مش فاهم، انا برضو كنت زيك والله مش عارف اضيع وقتي ليه، بس انا لما اجي افتكر يا جماعه انا قدامي منهج، انا ليه ما ذاكرش؟ يعني ايه عليه تراكمات كام فصل؟ هتقول لنفسك كده ابدا دلوقتي. تمام. انا عايز بس افهمك النقطه ديت عشان انا حرفيا، انا لو الكلام ده كان اتقال لي، انا الكلام ده يعني اتقال لي بس مش مني، كان اتقال لي من شخص اكبر مني، يعني شخص كبير عمرا يعني، فوصل لي الموضوع كده، انا حرفيا قعدت اقول ايه ده، هو انا بعمل ايه؟ هو انا افضل اشتكي ليه؟ طب ما ابدا يا عم، في ايه؟ الوقت اللي انا عمال اضيعه، اللي هم ساعتين ثلاثه في اليوم عملوا يا أنا عليا كذا عليا كذا، ليه ما ابداش؟ فاهمني؟ رمضان انا جعان عطشان معلش قطعتك. فاتعلم دلوقتي، قول لنفسك، فكر معايا كده، انا دلوقتي قاعد ورايا ثالثه ثانوي صح؟ ورايا تراكمات، افترض عليا تراكمات، ورقه وقلم اكتب كل التراكمات واشتغل فيها. خلصت المنهج الجديد بتاعي ابدا في المراجعه بتاعتي بس. ابقى اتعلم كده. مفيش شغف وكل حاجه، ما ترجعش ليا ولا ترجع لغيري ولا ترجع لليوتيوب اللي انا كنت بعمله، كنت برجع لليوتيوب. ارجع لربنا، ادعي ربنا، رمضان موجود، ادعي ربنا كتير، فاهمني؟ فانا عايز اقول لك مهما القلق والتوتر وانك ما ذاكرتش فترات كبيره والضغط اللي انت بتمر فيه والتراكمات اللي عليك، انا مريت بيها والحمد لله وصلت لمجموعي. فانت قول لنفسك انا بمر بكل ده وهوصل صح زي ما انا وصلت. بس يعني الفكره ايه؟ الفكره لما انا كنت قاعد حاسس ان الدنيا كلها ضدي ومش لايق وضغط وتراكمات وكده، قلت لا انا هكمل، مش عشان انا تعبت خلاص، لا انا هكمل للاخر. ما يعني ايه مثلا ضيعت وقت كتير، انا هكمل للاخر. تمام. عايز اوصل لكم بس النقطه ديت عشان الفيديوهات اللي جايه مراجعه، هجيب لكم كل ماده ومراجعتها. بالنسبه لماده العربي مثلا هنعمل فيها ايه، الانجليزي، الانجليزي ده قسما بالله في فيديو لكم والله يا جماعه، يعني كميه حاجات حرفيا خلال اسبوعين تخلص الماده، ما تقلقش خالص. بص ثق فيا، بس انت مطلوب منك بس انك تذاكر، مطلوب منك انك مش قادر اذاكر، لا تكمل اتعب بس، فاهمني؟ عشان تيجي بعد الثانويه العامه تقول انت المواد كانت سهله بس انا كنت لازم اضغط على نفسي، اقرص على نفسي شويه، واتعلم ان اقوى واعلى درجات الجهاد هو الجهاد مع النفس. انك عاوز تكسل لا تقوم راح قايم متغلب عليها وتكمل. دي مش كلامي، دي كلام طبعا الشيخ الشعراوي، يعني مش في اي جدال في الموضوع. ولو الناس اللي بتقول انا ضيعت وقت وصاحبي اللي مثلا بدا من اول السنه اقوى مني واكتر مني، احب اقول لك حاجه، في ايه ربنا ايه في القران يعني معناها ان ربنا بيوزع الارزاق، كنت قلت قبل كده يعني ان ربنا بيوزع الارزاق بحكمه احنا ما نعرفهاش، مش 100% مجهود، 50% مجهود، 0% مجهود يبقى ربنا خد، لا ربنا بيوزعها بحكمه. هقول لكم ملخص الموضوع، الثانويه العامه اللي هيوصل لمجموع اعلى مجموع هو الشخص اللي هيكون عنده رغبه اكتر من التاني، بس مش الشخص الذكي، مش الشخص مثلا اللي هو اللي ما شاء الله كده، لا الشخص اللي عنده كميه رغبه مرعبه ان يوصل للكليه والمجموع هيوصل، فاهمني؟ فانت رغبتك ايه؟ جاوب عن نفسك كده، انا رغبتي ايه؟ انا مستعد اضحي بكام ساعه في اليوم اللي انا اتعب فيهم عشان اوصل لهم، ولا ايه الحلم اللي انا عاوزه يستاهل ان انا اضيع الوقت، يعني يستاهل ان انا اضيع وقت الهبل اللي انا بعمله دوت، ولا ايه؟ لا. وبص لو انت تقول هو انا ليه بمر بتراكمات، اقول لك حاجه، بصوا لما تكون في حاجه انك نفسك ويعني الرغبه لها كبيره لازم يكون طريقها صعب. عارف كده الثانويه العامه عباره عن انا بذاكر ومرتاح وبضحك وبروح مع اصحابي وباجي، ما كانش حد هيعوز الثانويه العامه اصلا، ما كانش حد هيخش، ما كانش حد هيعوز طب، فاهمني؟ كل ما تكون حاجه صعبه وكل ما تكون حاجه حاببها كل ما يكون الطريق لها صعب، فاثبت لنفسك انك تستحق توصل، فاهمني؟ حبيت اوضح النقطه ديت واتمنى ان احنا نبدا، كفايه بقى كسل، كفايه بقى هبل من اللي احنا بنعمله. تمام.
اي حد عنده سؤال يكتب في كومنت في التعليقات. انا معاكم يا جماعه. انا معلش الفتره دي كان ورايا امتحانات بس للاسف ميد ترم وكده، فشغال في الفتره ديت، بس انا معاكم في فيديوهات مراجعه جايه، في فيديوهات في بصوا موتيفيشن مرعب جاي. انا هحفز وهنساعد بعض كلنا، بس في نقطه مطلوب منك، بس انك تمسك القلم ده اهو وتكمل عشان خاطري. تمام. اتمنى اكون ساعدتك في حاجه طبعا يعني، واحنا زي ما احنا وعدنا نفسنا بعد ما تخلص الفيديو ورقه وقلم وتكتب التراكمات اللي عليك. لو مش عليك تراكمات ابدا في المراجعه بس. ابدا مراجعه ازاي؟ في عملت فيديوهات كتيره للمراجعه. تمام. وبتيجي تسالوني برضك اسئله في الفيديوهات ديت. فانا بصوا انا مستعد اعمل لكم باين بلاي ليست كده. هتخش على القناه، تخش على حاجه اسمها اللي هي اسمها قائمه التشغيل، احط لكم قائمه كده من حيث الكتب وكل حاجه موجوده يعني، فيديوهات بتاعت المراجعه بس عشان نشتغل مع بعض. اتمنى تكون استفدت، ولو حد عنده اي سؤال يكتب في الكومنتات. وجماعه انا مش عارف هو النهارده خميس بس الجو يعني بصراحه صعب قوي، الحته حر والواحد بيعرق وكمان عطشان وما اتسحرتش وجعان، فانا مش عارف ايه بالظبط يعني، بس خير ان شاء الله. تمام. فان شاء الله اشوفكم فيديوهات جديده، والفيديوهات هتنزل بسرعه مش هتاخر زي المره اللي فاتت يعني، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. سلام.